اعظم قرار في تاريخ الدوري الانجليزي بمناسبه رمضان. وتعالوا شوفوا الاتحاد الانجليزي هيعمل ايه مع اللعيبه المسلمين اللي صايمين في رمضان يا جماعه. مبدئيا كده قرر رابطه الاتحاد الانجليزي، رابطه الاتحاد الانجليزي والدوري الانجليزي كله يا جماعه، قرر واخبر حكام المباراه ان في كل الماتشات ساعه اذان المغرب اليافطه دي هتنزل والملعب هيقف دقيقتين علشان اللعيبه الصايمين تكسر صيامهم. قسما بالله يا جدعان الدوري الانجليزي تاريخي، وقسما بالله يا جدعان الدوري الانجليزي طول عمره يعني بجد بجد بيحترم كل الثقافات وبيحترم كل الاديان، مع انهم بيحترموا ثقافه كده ما اعرفش ليه بيحترموها، ولكن يعني بجد بجد الثقافه دي واحترام الدين الاسلامي بالنسبه لنا كبير جدا جدا جدا. يعني مثلا عندك في ليفربول محمد صلاح وابراهيم كوناتيه، عندك في مانشستر سيتي عمر مرموش وايت نوري، عندك في مانشستر يونايتد امادو ديالو، عندك يعني لعيبه كتيره جدا، فوفانا في تشيلسي، ادريسا جانا جاي في فيرتون، لعيبه كتير جدا 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 في الدوري الانجليزي يا جماعه. وقت الاذان الملعب هيقف علشان خاطرهم وهيفطروا في الملعب يا جماعه. بجد بجد رابطه الاتحاد الانجليزي ورابطه الدوري الانجليزي بجد بجد يعني للتاريخ، قسما بالله قرار للتاريخ. وكل سنه بيطبقوه يا جماعه، ولكن السنه دي هم كل سنه بيطبقوه. الحاجه الجديده بقى ان كل سنه بيطبقوه الماتش بيقف يكسروا بس صيامهم ويرجعوا تاني. لا المره دي يا جماعه دقيقتين، الماتش هيقف دقيقتين يكسروا صيامهم وياكلوا اي حاجه بسرعه كده ويشربوا ميه ويعوضوا اجسامهم وهيرجعوا يكملوا الماتش تاني يا جماعه. بجد بجد قرار تاريخي. يعني كل الناس يقولوا في الكومنتات يا جماعه اسم لاعب بيلعب في الدوري الانجليزي مسلم وهيفطر وقت اذان المغرب في الملعب يا جماعه. كل الناس، هذا تحدي ما بيني وما بين كل الناس اللي بتتفرج على الفيديو، عايزك كده تعصر ذاكرتك وتقول لنا اسم لاعب مسلم بيلعب في الدوري الانجليزي هيفطر في الملعب وقت اذان المغرب. يلا بينا على الكومنتات.